فضوا نفسكم وتعالوا معايا، هنروح قصر عائشة فهمي. القصر ده ليه قصة غريبة جدا، لدرجة إن في ناس قالت إنه ملعون. القصر بناه سنة 1907 واحد من أغنى أغنياء عصره، علي بيك فهمي، واتعمل على الطراز الأوروبي على إيد المصمم الإيطالي الشهير أنطونيو لاشاك. حصل بقى في القصر قصص كتير، جواز وطلاق وخيانة وقتل ولا في الأفلام. فمثلا بيقال إن علي بيك فهمي بنى القصر بالحلاوة دي وملاه لوحات خطيرة معمولة بالحرير والكتان، وفي زخارف أوروبية على الحوائط عشان يعيش فيه مع مراته الفرنسوية مارجريت ميلر. القصر راحت ملكيته لأخته الصغيرة عائشة فهمي، واتجوزت فيه كذا مرة، ومن أشهر أزواجها الفنان الكبير يوسف وهبي. عائشة فهمي كان ليها تاريخ هايل في العمل الاجتماعي والتطوعي، كانت عضوة في الهلال الأحمر، وبعد موتها بسنين انتقلت ملكية القصر لوزارة الثقافة، وبعدين انضم لهيئة الفنون والآداب. الجميل بقى إن الدولة السنين اللي فاتت عملت له عملية تطوير وترميم شاملة كلفت أكتر من 25 مليون جنيه عشان يرجع زي ما كان وقت بنائه، ويبقى تحفة معمارية على النيل في الزمالك. وعلى فكرة القصر بيفتح أبوابه مجانا للجمهور من 9 الصبح ل 9 بالليل ما عدا يوم الجمعة. حاولوا تروحوا هتتبسطوا. باي.